تخيل معايا كده يا صديقي ان انت نازل بلد اول مره تنزلها ومعاك شنط كتير جدا ومتوتر من الاسئله ومش عارف تبدا منين. في الفيديو ده انا هحكي لكم من اول يوم وصولي هنا براج لحد ما فتحت حساب في البنك وعملت اول ايداع رسمي ليا هنا. صباح الفل، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده انا حابب اتكلم معاكم من لحظه وصولي مطار براغ لوصولي للسكن، فتابعني. تخيل معايا كده يا صديقي ان انت نازل بلد اول مره تنزلها ومعاك شنط كتير جدا ومتوتر من الاسئله ومش عارف تبدا منين. في الفيديو ده انا هحكي لكم من اول يوم وصولي هنا براغ، من لحظه ما نزلت من الطياره لحد ما فتحت حساب في البنك وعملت اول ايداع رسمي ليا هنا. اول ما نزلت من الطياره مشيت لحد لما وصلت على سير الشنط وانا واقف قلقان جدا، يا ترى الشنط بتاعتي هتوصل سليمه ولا هتكون مكسره ولا هتكون فيها مشكله زي ما بنشوف في كل الفيديوهات. ولما شفت الشنط قدامي واستلمتها حسيت براحه وقلت الحمد لله، اول مهمه خلصت، اول مهمه عدت على خير. اول ما وصلت عند ضابط الجوازات، الضابط بيبص لي بيقول لي انت جاي هنا ليه؟ تعمل ايه هنا؟ فانا كنت هادي جدا، انا جاي هنا علشان ادرس، وده كان رد ليه. فبيبص لي وبيضحك واعطاني الخط وخلاص. عدت. بعد ما خرجت من عنده وانا داخل على الجمارك الضابط وقفني ويقول لي كده جمله غريبه، بيقول لي دوبريدان. انا مش عارف يعني ايه دوبريدان. سالته انت بتتكلم انجليزي؟ قال لي ايوه. قال لي انت جاي منين؟ قلت له انا جاي من مصر. قال لي انت بتدخن؟ قال لي معاك سجاير؟ قلت له لا مش معايا سجاير. قال لي طب ممكن نحط الشنط بتاعتك على السير، ممكن نعمل للشنط بتاعتك سكان؟ قلت له اه طبعا اعمل الشنط بتاعتي سكان. وفعلا خد الشنط وحطها على جهاز الاسكان وما لقاش اي حاجه. فلما خلص فسالته انت ليه بتعمل كده؟ قال لي علشان لو انت معاك سجاير ففي عدد معين مسموح لك، والعدد ده انت لو تخطيته ما تقدرش تخش بالسجاير دي غير لما تدفع عليها مصاريف او تسيبها هنا في المطار. ودي كانت اول معلومه انا خدتها هنا في المطار. فابتسم لي وعدت على خير. التجربه كانت سهله، ان هم برضو بيتكلموا انجليزي وسهل ان انت تتواصل معاهم. وانا طالع من المطار كان صاحبي مستنيني هناك، وده وفر فعلا عليا حاجات كتير قوي. هو كان جاي هنا قبلي ب 10 ايام، فده ريحني كتير قوي. قطع لنا تذكره وركبنا الباص من اول المحطه بتاعه المطار لحد محطه السنتر، ومن السنتر خدنا باص تاني بنفس التذكره لحد السكن بتاعنا. الرحله حوالي كانت ساعه الا تلت، مش حاجه. انا واقف منبهر، انا اول مره اشوف المناظر دي، اول مره اصلا اشوف مواصلات بالحلاوه دي. بس خلي بالك، وجود حد مستنيك في المطار ده بيسهل عليك حاجات كتير قوي. ده بيخليك فعلا حاسس بالامان الى حد ما، ان انت مش هتوه، ان انت مش هتضيع، ان انت مش هتبقى لوحدك. اول ما وصلت سكن الجامعه، اول ما فتحت الباب ودخلت الريسبشن اتكلمت مع المديره هناك، اعطتني العقد بتاعي، وقعت العقد بتاعي، قريت البنود بتاعته على مهلي. المده بتاعتي كانت سنه. خدت مفاتيح الاوضه. اول ما دخلت الاوضه حطيت الشنط بتاعتي، طلعت الموبايل وصورت كل ركن في الاوضه علشان لو في حاجه مكسوره او في حاجه بايظه في الاوضه ده يكون اثبات ليا ان انا مستلمها وهي مكسوره، ان انا مستلمها وهي بايظه، علشان محدش يقدر يتكلم معايا لما انا اجي اسلم المفتاح بتاع الاوضه وامشي من الاوضه، لاني انا دافع تامين على الاوضه 10000 كورونا. ولو انا سلمت الاوضه وفيها حاجه مكسوره هيقولوا لي طبعا انت اللي كسرها فهنخصمها من التامين. فانا علشان كده صورت كل حاجه بالموبايل. بعد ما رتبت شنطي فقلت خلاص يلا نبدا. فعلا اول تحدي لينا هنا الحساب البنكي، ازاي نفتح حساب بنكي. بعد ما رتبت حاجتي في الاوضه ما استنيتش ولا دقيقه، قلت يلا على طول ننزل نفتح الحساب البنكي بتاعي. طيب افتح الحساب البنكي بتاعي ازاي؟ وهروح انهي بنك؟ وهروح ارين فرع؟ صديقي اللي هنا قال لي في بنك احنا كلنا فتحنا فيه، البنك ده اسمه رايفايزن بنك، هو بنك الماني بس فاتح هنا في الشيء. لان ببساطه من غير حساب بنكي هنا فانت هتتوه، فانت هتتعب، مش هتعرف تصرف، هتبقى كل معاملاتك كاش. طب لو في اماكن ما بتقبلش كاش هتعمل ايه يا وحش؟ ولا حاجه. مش هتعرف تدفع ايجار الاوضه بتاعتك، تدفعها ازاي؟ ولا هتعرف تدفع مصاريف الجامعه، ولا هتعرف تدفع اي تعاملات رسميه. حساب البنك هنا بيسهل عليك حاجات كتير قوي، وهو فعلا حاجه مهمه جدا جدا جدا. رحت على رايف هايزن بنك، دخلت الموظف بيبص لي وابتسم، فبيقول لي برضه دوبريدان. انا مش بتكلم تشيكي. قلت له انا ما بتكلمش تشيكي، انا بتكلم انجليزي. فبص لي وضحك وبدا يتكلم معايا انجليزي وكان لطيف جدا. فسالني عايز تعمل ايه؟ قلت له انا عايز افتح حساب بنك ليا يكون سيفنج ليا. فقال لي الباسبور. سالني على الباسبور، اعطيته الباسبور بتاعي وعطيته الكونفرميشن اوف ستادي بتاعتي وعطيته برضه نسخه من عقد السكن. هو بص عليهم وما احتاجش بس غير الباسبور وبدا في اجراءات فتح كشف الحساب. ما خدتش معايا غير 4 دقايق تقريبا يعني. وفي الاخر سالته ممكن اعمل ايداع بالفلوس بتاعتي؟ فقال لي اه طبعا ممكن تعمل ايداع، بس احنا هنا ما عندناش كاش ديسك، فممكن تروح الفرع اللي قدامنا ده فيه كاش ديسك
وتقدر تعمل ايداع هناك. سالت سؤال تاني: ينفع اغير عمله؟ قال لي اه طبعا ممكن تغير عمله. لو عايز تغير عمله من البنك غير عمله من البنك، لو عايز تغير عمله من الصرافه بره غير عمله من الصرافه، وما تغيرش عمله في المطار. دي حاجه ليك انت، دي حاجه شخصيه، احنا مالناش دعوه. اول ما رحت الكاش ديسك دخلت على الموظف اللي واقف في الكاونتر، قلت له لو سمحت انا عايز اغير العمله بتاعتي دي وخليها الكورونا. فاخدها وغيرها، قال لي الحساب هيكون كذا. قلت له ماشي، ينفع اعمل لهم ايداع؟ قال لي اه طبعا تنفع تعمل لهم ايداع. وده كان اول ايداع ليا هنا بالكورونا في التشيك. حسيت فعلا ان دي لحظه مهمه جدا جدا، كاني بقول لنفسي خلاص انا بدات حياتي هنا. وانت في المطار ما تستعجلش، حتى لو انت مش معاك داتا هناك. ما تقولش انا هشتري خط وخلاص، هعمل اي فاتوره، هعمل اي باكت نت وخلاص. لا 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 لا، استنى استنى، علشان انت الثلاث شركات اللي هنا سواء فودافون سواء تي موبايل سواء اوتو بينزلوا عروض كتيرة قوي وعروض حلوة قوي وعروض خاصة للطلبة. فانت ممكن بالفاتورة اللي انت تشتريها او بالرقم اللي انت هتشتري بيه الخط ده يقعد معاك شهر وبعد كده تغير. ممكن بنفس الرقم ده انت تدفع بيه فاتورة وتاخد امتيازات اكتر وتاخد كولز واس ام اس وداتا اكتر. فما تستعجلش وما تشتريش من المطار. بعد ما خلصت مشوار البنك قلت خلاص بقى انا دلوقتي معايا فلوس واقدر اصرف من الموبايل واقدر اصرف من الحساب بتاعي. انا عايز اطلع على اقرب سوبر ماركت علشان اقدر اجيب الاكل بتاعي والاحتياجات بتاعتي. ففعلا اول ما خلصت مشوار البنك طلعت على اقرب هايبر ماركت هنا اسمه كاوفلاند، ده موجود في ندراجي بود بابا. لما دخلت هناك اتوهمت حاجات كتيرة جدا وعروض كتيرة جدا جدا جدا، لدرجة ان انا كنت هجيب حاجات كتيرة قوي تكفيني شهر ولا شهرين لقدام. بس صاحبي ده قال لي لا استنى، علشان كل اسبوع هنا في عروض كتيرة بتنزل. فاشتريت اللي يكفيني اسبوع وما صرفتش كتير ساعتها، صرفت 1000 كورونا مثلا. هنا في اكتر من هايبر ماركت في التشيك، في كاوفلاند في البرت في بيلا في تيسكو. الهايبر ماركت دي كلها بتقدم لك اوفرز كتير قوي، كل واحد بيختلف عن التاني بالاوفرز بتاعته، وانت ارخص حاجه ليك هتوفر كتير. ده كان اول يوم ليا هنا في براغ، يوم طويل، يوم مليان مغامرات واتعلمت منه حاجات كتير قوي. لو الفيديو ده فادك اعمل لايك وشير وسبسكرايب وفعل الجرس علشان يوصل لك كل الفيديوهات الجديده. واكتبوا لي في التعليقات تحت ايه اول حاجه هتعملها اول ما توصل هنا براغ. سلام.